لصحتك سلسله كده بداتها بعد ما نزلت فيديو في اخر 2022 اتكلمت فيه على ازاي اهتميت بصحتي من اول سن ال40 وعدتني كده ان صحتي تبقى اولويه وان انا اهتم بيها. والفيديو عمل اقبال جماهيري رهيب، فهمت منه ان الناس محتاجه مساعده في الاهتمام بصحتها. فبدات بقى سلسله من اول 23 ان احنا نتكلم ازاي ان احنا نهتم بصحتنا، واسمها 5 لصحتك. سلسله فيديوهات بقى كل مره بشارك فيها حاجه من منطلق كده اسال مجرب واسال طبيب. طيب النهارده انا هتكلم على حاجه لها دعوه بالصحه النفسيه. الصحه النفسيه احنا كتير قوي بنتجاهلها وبنعتبر ان هي كانها رفاهيه. الصحه النفسيه ديت من اول ما بيكون كأن مثلا طفل صغير واحنا مثلا ما بنسمحلوش ان هو يعيط، وبنبتدي نسيبه كده ان هو مثلا نقول له ايه ده، مثلا انت وقعت، لا 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 ما تعيطش، او مثلا انت فلان ضايقك مثلا في المدرسه، لا اوعى تغضب، اوعى تعبر عن فبيحصل ايه؟ بيحصل كبت المشاعر. بيحصل ايه لما الانسان يكبت مشاعره؟ بيبقى جواه ضغط، جواه الم نفسي، فبالتالي ممكن بيبقى جواه ان هو مش عارف يعبر عن نفسه. بالتالي بيحصل ايه؟ بيحصل انخفاض في مستوى الاداء بتاعه في حياته عامه. بيحصل بعد شويه من كتر كبت المشاعر دي بتبتدي تتخزن وتبتدي تطلع في شكل امراض. يعني احنا لما بنبقى عندنا غضب ونكتمه، ولما بيبقى عندنا مثلا حزن وما بنتعاملش معاه صح وبنبتدي نكتمه، الحاجه دي بتفضل تتكون 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 لغايه لما تترسخ وتبقى تعمل مشاكل صحيه. زي كده لما حد يجيله مثلا القولون العصبي، او حد يجيله مثلا ارتفاع في الضغط، او حد يزعل جامد قوي قوي فيجيله السكر. فاحنا احد الحاجات المهمه جدا ان احنا نعملها ان احنا ننتبه لصحتنا النفسيه، وان احنا نعبر عن مشاعرنا. نعمل دوت ازاي؟ في دلوقتي ترند كده منتشر جدا، ممكن العلاج بالتداوي بالكتابه، ان الانسان يتعلم ان هو يكتب ويفرغ مشاعره. في ان الواحد يعمل جلسات تامل فيفرغ الضغط العصبي. في ان الانسان ممكن يفضفض ويتكلم مع حد موثوق فيه ويعبر عن مشاعره. في ان الانسان يصلي ويدعي ربنا سبحانه وتعالى ويتكلم معايا، زي ما احنا شفنا انبياء كتير بيتكلموا مع ربنا سبحانه وتعالى ويعبروا عن حزنهم. فالفكره كلها بس ان احنا ما نبقاش كأن بنقول لنفسنا اول حاجه ان احنا نتجاهل خالص الصحه النفسيه ونتخيل ان هي دي حاجه رفاهيه. لا، هي دي حاجه، احنا انسان وكل واحد فينا عنده نفس، اللي عنده نفسيه محتاج يهتم بيها. تاني حاجه ان احنا ما نضغطش على الاطفال الصغيرين، وان احنا ننتبه ان من واحنا صغيرين او من واحنا اولادنا صغيرين نعلمهم ان هم يهتموا بصحتهم النفسيه ويعبروا عن مشاعرهم، مش ان احنا نكبت مشاعرهم. لان احنا كتير مننا في المدارس اللي احنا كنا فيها او في طريقه التربيه كان بنتعامل او بنتربى ان احنا محتاجين ان احنا نبقى اقوياء، فبالتالي ما نعبرش عن مشاعرنا. لا، خلينا نغير الفكره دي ونقول ان الانسان القوي هو الانسان الحقيقي اللي بيعبر عن مشاعره. والحاجه الثالثه، خلينا ان احنا نبتدي ان احنا ننتبه لنفسنا، احنا نفسنا، ونشوف احنا صحتنا النفسيه اخبارها ايه، ولو محتاجين ان احنا نعمل حاجات مختلفه. زي ما كنت بقترح رياضه بتفرق جدا في الصحه النفسيه. انا بسجل الفيديو دوت بعد ما لعبت رياضه. الرياضه بتفرز هرمونات في المخ بتخلي الانسان يبقى عنده دافعيه وتفاؤل وتركيز. فخلينا نعمل ممارسات. يعني ممكن نقول لنفسنا كده انا هلعب رياضه عشان صحتي النفسيه، او انا هكتب عشان صحتي النفسيه، او انا هفضفض مع الصديق ده او مع الجاره دي عشان صحتي النفسيه، او مثلا انا هطلب مساعده من متخصص عشان صحتي النفسيه. زي ما لما حد فينا رجله بتتكسر ما بيقولش لنفسه ما عنديش وقت او ما عنديش فلوس وبيفضل ماشي عليها، بيحتاج يروح ويركب مثلا جبيره او يجبس الرجل عشان يقدر يمشي. نفس الحكايه كده، بلاش ان احنا نسيب صحتنا النفسيه كانها بدون انتباه لغايه لما نلاقي نفسنا عندنا امراض بسبب عدم الاهتمام بالصحه النفسيه. صباحكم زي الفل، و5 لصحتك، ويلا نهتم بصحتنا النفسيه.